مدينة زايو بإقليم الناظور، المدينة التي ينحدر منها الزوجان الشابان محمد طهروي وأسماء العلاوي اللذان لقيا مصرعهما في حادث تحطم الطائرة الألمانية فوق التراب الفرنسي. في هذا البيت ترعرع محمد طهروي الذي لم يكمل بعد ربيعه 24 وخلف موته أسا عميقا وسط العائلة. القلب ديالنا فزع، ما عندنا ما نديرو مع الله، فزعنا ومازال عاد رانا مرض عاد. كان صغير نعم سيدي وراه معايا في الدار وبقى معايا ومازال عاد راه تما اليوم. رب العالمين جاب له هذا الطريق باش يمشي للخارج، ما وصلوش الله باش يدير فين يسكن. لم يمض على زواج محمد أكثر من يومين قبل حادث الطائرة، حيث كان متجها رفقة زوجته إلى ألمانيا ليلتقي الأصدقاء والعائلة، لكن الفرح تحول إلى حزن واختلطت مشاعر الغبطة بالحزن بين أقاربه. فبعد أن تلقوا صور حفل الزفاف أتى مباشرة الخبر الفاجعة. قال له ودي هذاك الطيارة اللي كان محمد فيه هي اللي طاحت، راه كان فيه هو وعروسة ديالو. قال له راه الله يرحمه بقات مسكين كتبكي. هو تربى مع ولادي دائما، راه في الوسط ديال ولادي، مثل ماكله معاهم، تمشى معاهم، يتسافر معاهم، غادي معاهم دائما. كان محمد الابن الوحيد لدى والديه، وكان يعولان عليه لتحسين وضعهما الاجتماعي، كما حكى لنا حليم ابن خاله. محمد هو كان الحلم ديال العائله، يعني كل الحاجه اللي كتقولها الام كتقول لك محمد ولدي غيوصل واحد النهار يديرها لي، يعني ما كانش عندها شي حلم من غير ولدها محمد. اي حاجه يعني كاينه في الدنيا هو داك محمد، هو داك الاخر اللي غيجي واحد النهار باش ينقذها من داك الحياه اللي كتعيش. كانت وفاة العروسين محمد وأسماء فاجعة بالنسبة لعائلتيهما، وصادمة بالنسبة لكثير من المغاربة، وبعضهم سيفكر 1000 مرة قبل أن يستقل طائرة. أنس عياش، فرانس 24 من مدينة زايو شمال شرقي المغرب.